اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة يا رب. فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، يا رب يا رب كده ما اسمعش عنكم غير كل خير. طبعا لو لسه لأول مرة بتشوفي القناة، انا أمورة ودي قناتي، فبليز اضغطي على كلمة اشتراك الموجودة تحت باللون الأحمر، وكمان لايك للفيديو لو عجبك. وتعالي بقى نشوف النهاردة ايه هنعمل ايه. النهارده بقى روتين يوم الخميس. عارفه اللي هو البيت كله عايز ايه؟ شقلب وقلب. انا طبعا بقالي كام يوم ما نزلتش معاكم فيديوز للاسف يعني، بس حاسه ان الجو العام مش ملائم خالص بصراحه ان حد ينزل فيديوهات او ان اقوم اصلا اصور وكده. يعني بسبب الاحداث اللي بتحصل في فلسطين، فمش قادره فاهمين اللي هو الواحد حتى بالليل وهو نايم بيحس قد ايه اليوم، الليل طويل وبيفضل يصحى كل شويه ويطمن على الاخبار وكده. فيا رب يا رب انصرهم يا رب ويقويهم، اللهم امين. النهارده بقى زي ما قلت لكم روتين يوم الخميس، البيت كله كانت يعني مش الطف حاجه بصراحه. فقلت خليني اقوم الم بسرعه. يعني ايه الم بسرعه؟ يعني بكره ان شاء الله الجمعه، اللي هو دلوقتي وقت ما انا بسجل لكم الفويس اوفر. فعايزه ايه؟ عايزه استمتع باليوم. استمتع باليوم يعني اصحى الاقي البيت رايق نظيف. اعمل بقى طقوس يوم الجمعه، اللي هو احط الاكل على النار واشم كده ريحه الاكل طالع حلو كده مع بخور كده. فاهمين الاجواء دي؟ يعني اللي هي الحاجات البسيطة اللي هي بتخلينا نحس بيوم الجمعة. اقعد شوية كده اصلي على النبي. فايه يعني كان لازم اخلص الاول البيت. فاول حاجة دخلت عليها هي غرفة النوم بتاعتي. انا مش همسح ولا اي حاجة، انا عايزة يعني ترتيبات كده يعتبر من على الوش مثلا، بحيث ان كل حاجة تبقى قدامي نظيفة. لكن انا لو فتحت تنظيف عميق مثلا النهاردة، فيبقى انا كده مش هخلص بقى غير على السنة الجاية. ولكن كده كده في تنظيفات العميقة اللي هي بتاعت الشتاء هتبدأي فيها امتى يا أمورة؟ يعني ان شاء الله اول ما الدنيا تشتي، بس ولو لمرة واحدة، علشان كل التراب اللي في الجو ده يعني ينزل يتغسل كده من المطر، فاقدر بقى ان انا انضف. لكن انا دلوقتي لو نضفت، انا الشقة عندي اللهم بارك يعني على 3 شوارع، فكده البلكونات وفيها يعني الثلاث جهات فيها بلكونات. فانا لو نفضت دلوقتي، حتى لو البلكونات دي مقفولة وحتى لو الشبابيك دي مقفولة، ولكن كده كل سنة وانتم طيبين، التراب بهدل الشبابيك اللي انا عملتها والابواب ووصل لي جوه، والدنيا هتبقى حالة مأساوية. فانا مستنية بس ايه يعني التراب يعني ينزل كده الشتاء، بس يعني المطر مرة واحدة بس كده، بحيث ان الدنيا ايه تبقى تمام شوية. مش اي عربية بقى معدية تقوم مطيرة لي التراب تاني كده. فطبعا اول حاجة دخلت عليها هي غرفة النوم. ما كانش فيها الحمد لله حاجات كتيرة يعني، بس عايزة غيرت بس الملاية. هو اول حاجة بتبدأي بيها السرير طبعا، مجرد بس ما بتغيري الملاية وكده فانتي خلاص بقى يعني بتحسي ان الدنيا راقت بقى معاكي. وهمسح كده من على الوش يعني تلميعة خفيفة بس كده، بحيث ان انا ملاقيش تراب اتربه، لان ملمس التراب يعني انا ساعات والله كان بيوصل يعني عشان الشبابيك عندي وكده، ان انا بدوس على الارض بحس ان انا دايسة على تراب ناعم، فاهمين؟ حتى لو همسح كل يوم برضو هو ده الحال عندي. فالنهاردة انا مش همسح، يعني الوضع مش مأساوي يعني في التراب وكده، فانا مش همسح التراب النهاردة وكده. هعمل بس حاجات من على الوش. هنا بقى الباب عندي يعني مسحت السرير والكومود، ودخلت هنا بس على الابواب وهشغل المكنسة وبس كده هتكون بالنسبة لي الغرفة خلصت. بس اهم حاجة بس بالنسبة لي ان انا غيرت الملاية ولميت الغسيل مثلا اللي كان موجود في الأوضة، اللي هي الملايات اللي انا لسه شايلاها دي. فطبعا دي هتحط لها على طول دورة على الغسالة، اكون خلصت البيت تكون هي خلصت، انشرها ويبقى كده خلاص. العود ده بقى انا بحبه قوي، ده اسمه تاتش تقريبا. ده اسمه ايه؟ موشن او تاتش. بصوا عامه بحب ريحته جدا. نيجي هنا بقى على الليفينج والكركبه اللي انا عاملاها فيها دي. دي هنا عندي دفايه، جربت كده احطها على الليفينج اشوف هتبقى حلوه مثلا عليها ولا لا. لو انا عايزه اجيب 2 دفايه ساده، او انا عندي 2 دفايه ساده محتاجه ان انا احطهم على الركنه زي كفر كده للركنه. لاني مش حاسه ان كفرات الركن يعني حلوة بصراحة في الوقت الحالي. او في واحد كده طالع ترند جديد، بس هو يعني ايه خلاص بقى منتشر قوي. وفي نفس الوقت انا عايزاها تكون حاجة قطيفة عشان دخلت الشتاء، فاللي يقعد بقى على الركنة وكده، لان دي هتبقى مكان قعدتنا، فعايزاها اللي يقعد على الحاجة يبقى قاعد متدفي. فانا قلت ايه،
هيبقى 2 دفاية لكل جزء في الركنة. وهحاول بقى ان انا اظبطهم. طبعا اللي انا شايلاه دلوقتي اللي هي الكفر بتاع الركنة دي 2 ملاية استك اصلا من عندي. ولكن انا ظبطتهم كده، عملتهم زي كفر للركنة، لان انا بحب اللون الكافيه قوي. يعني بصوا اللون الجري اللي عندي في الركنة ده للأسف يعني انا مخدتش بالي، بس هو فيه زي تشبيحة كده او فيه زي ورق شجر او حاجة كده زي ما انتوا شايفين يعني. فبالنسبة لي مش ألطف حاجة في الركنة. يعني اللون الجري حلو قوي في الركنة، والكافيه تحفة بصراحة بالنسبة لي. يعني ده من الألوان الأساسية، ولكن آم، اللون اللي عندي مش جري سادة. فدايما تلاقوني بحاول ان انا اغطي الركنة عندي. ولكن ده شكل الركنة، هي برضو مش وحشة الحمد لله. ولكن انا محتاجة ان انا اعمل فيها اي تغيير، فاهمين؟ فعلى دخلة الشتاء بقى قلت ان انا هعمل ايه. هحط عليها الدفايات دي. بس ده هنا شكل الغرفة. ونزلت بقى كل الحاجات اللي هي بتبقى على الاشكال اللي هي عند التلفزيون دي او الشاشة، وهنفضها برضو كده بالفرشة دي. يعني عارفين اللي هي اللي في ايديا، مش لسه بقى مثلا هروح اجيب مثلا بليدج بقى وفوطه واعمل ايه. لا لا، انا عايزه حاجه بسيطه قوي كده. لان والغدا الحمد لله كان عندي جاهز النهارده، فده اللي شجعني ان انا اقوم ايه يعني اعمل اي حاجه. وبرضو ما ارهقتش نفسي بصراحه النهارده، لان كانت يعني ايه مش يعني كنت صاحيه دايخه بقى وكده، فيعني ما حبيتش ارهق نفسي بصراحه النهارده. بس الاشكال دي بتبقى خشب ومتثبته في الحيطه بحاجه كده وريتها لكم المره اللي فاتت، بس هي مخرمه بقى بصراحه في الحيطه. يعني انا شايله هم يوم ما اجي اشيل الاشكال دي هيبقى الحيطه كلها منقره، فاهمين؟ وطبعا ما ينفعش انها تتلزق بدبل فيس ولا اي حاجه من دي. بس عموما في برضو الاشكال اللي هي بتبقى البلاستيك دي بيبقى برضو شكلها لطيف، تقدروا تعملوها. هنا برضو الترابيزه عندي بتاعه الليفينج. هي فيها فكرة برضو لطيفة، ان هي متقسمة زي ادراج كده. الدرج ده اللي هو ليه مقبض ده نفس الدرج اللي هو في الجزء التاني، ولكن الجزء التاني ده مقسوم جزئين. يعني بصوا نص صندوق هنا كده، والنص التاني هنا. ده نفس الدرج اللي بيفتح هنا هو اللي بيفتح هنا، ولكن دي مقسومة بالنص كده اهو. بس هحط بقى كده عليها اللي هو الكوستر ده، حطيته كده زي مفرش كده بسيط يعني تحتها. ولسه طبعا هنعمل ان شاء الله اول ما ننفض التنظيف العميق بتاع الشتاء هنعمل على طول تغييرات باذن الله في الليفينج وايه في الليفينج والمطبخ كده، بس حاجه بسيطه. كان عندي بقى تراب هنا شويه، لان دي برضو على الشارع. فجبت المكنسة اللي هي المكنسة الناعمة، لان دي اللي هتشيل التراب، لان التراب الناعم. لكن المكنسة اللي هي الكهرباء مش هتقدر طبعا ان هي تشيل التراب ده. فانا بجمعهم كده على جنب، وبجيب بقى المكنسة اللي هي بالكهرباء ايه اشفط بيها كده الحاجة على طول. مش لسه بقى هنجيب جروف ونوطي وكده. بس وطبعا عشان اجيب اللي هي الوزرات او اللي هي السكر اللي هي بتبقى حتة الارضية اللي هي بتبقى لازقة في الحيطة دي، فبرضو ايه كان لازم ان انا اعمل بالمكنسة اللي هي العادية. وخلاص كده هكنس بقى الغرفة، وبس كده هتبقى خلصت. وده الشكل النهائي بتاعها. محتاجة بقى رأيكم، يعني انا لو محتاجة اعمل تغيير فيها قولولي ايه التغيير اللي انا اعمله، لان فعلا فعلا انا محتاجة ان انا اعمل تغيير فيها، فاهمين؟ قولولي لو حبيت ادخل لون مع الجري في الركنه دي هيبقى ايه. ولاحظوا برضو ان انا هتبقى عندي الستاره عندي ثابته. الستاره اللي هي المشجره اللي هي التنزيلات دي هتبقى عندي ثابته. فمحتاجه برضو حاجه تليق على الكل. فبجد قولولي اقترحوا عليا لون بقى لل للدفايات بتاعه الركنه وكده. جيت هنا بقى على غرفه الاطفال بتاعتي. دي مش بيبقى فيها حاجات كتير، ولكن برضو مكركبه. يعني مثلا ممكن اخد مثلا منها اللي هي الخداديات دي احطها على الركنه لو حد حابب يقعد بقى يعني يرتاح شويه عليها. ومثلا اطلع دفايه وكده فاقوم مدخلاها تاني يعني بشكل عشوائي. وهنا الصينيه بتاعه الفرن دي كنا حاطين عليها العجوه اللي احنا كنا بنحطها في الشمس. وبحط مثلا النقاب بتاعي علشان دي هنا البلكونه دي على الشارع. فلو حد مثلا ندها او حبيت اطلع البلكونه او اي حاجه يبقى جنبي على طول النقاب والروب. بس هنا طبعا كان في تراب، فبرضو ايه يعني حاولت ان انا امسح كده، لكن التراب كان صعب بصراحة في الغرفة دي.
وبرضو هنا في اشكال برضو، دي برضو خشب ومتثبته في الحيطه. بس لو وصلت بقى لغاية هنا في الفيديو، يعني رجاء تعملي لايك وكمان تشتركي في القناة. الحاجات دي هتفرق قوي معايا بصراحة، وكلم يعني كومنت كده حلو منك كده يشجعني، لان بجد حاسه ان انا فاقده الشغف الفتره دي وما بحبش كده، ما بحبش ان انا انقل ابدا طاقه سلبيه. يعني فادعوا لي كده الفتره دي، وادعوا طبعا لاخواتنا في فلسطين، لان ده اللي هيغير المود العام بصراحه بتاع الوطن العربي كله، لان الواحد يعني يشعر بالخزي كده والعار بصراحه من الوطن العربي كله يعني عامه. الله المستعان، مش حابه اتكلم في المواضيع دي، ولكن ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم على اللي هم فيه ويطمنا عليهم، امين. بس هي كده يعتبر الغرفه خلصت معايا، يا دوب ان انا سويت مثلا الملايات، ومسحت مثلا اللي هي الاباليك دي، او اسمها ايه، الاشكال دي، ورجعت الديكورات مكانها. والبلكونه طبعا ولا فتحتها ولا كاني حتى شايفاها، لان البلكونه من بره متربه. ولكن ما كانش ينفع ان انا اطلع، لان لسه كان عندي المطبخ. فالمطبخ بقى ده ما شاركتهوش معاكم، الحمد لله الغدا كان عندي جاهز النهارده من امبارح يعني. فالمطبخ بقى كان عندي هو اللي عايز شويه شغل، فقلت هنجز بس دولي كده. وعشان ايه المطبخ بقى يعني مش عايز تصوير، هو مش مبهدل قوي ولكن مش عايز تصوير، يعني مثلا الكركبه مش في مكان واحد، فاهمين؟ فهتقدري مثلا تصوري ان احنا نعمل تشجيع بقى وكده. لا، ده في كل مكان هفضل رايحه جايه، فهنشغل قوي بالتصوير فمش هينفع. وهنا برضو الدولاب بتاعي، الدولاب اللي هو الجرار ده. انا كده تقريبا عملت لكم يعني جوله في الغرفه كلها، هي مفيهاش حاجه اكتر من كده. هي السريرين ودولاب الاطفال واللي هو الكومود ده هروقه برضو. برضو التراب عندي في الحته دي فظيع بصراحه، لان دي بقى على شارعين، مش على شارع واحد، دي على شارعين. على فكره الفرشه دي يا جماعه اللي هي بتاعه الشبابيك، بس انا قاعده شغاله بيها عادي. والفوط اللي هي المايكرو فايبر دي جميله قوي، وسعرها مش غالي، بس بصراحه بتنجز معايا. البخاخ اللي انا كنت بعمل بيه ده بخاخ كان فيه يعني شويه معطر كده، اللي هي دوني، على حاجه بسيطه قوي من الميه، على حاجه بسيطه كده من الخل. ده بحتاجه يعني احيانا في التنظيفات يعني وكده، فبخليها معايا مش معطر يعني. بس هنا بقى اللي كان التراب حاجه فظيعه، فما قدرتش ان انا اتغاضى عن الغرفه دي. فجبت اول حاجه المكنسه الناعمه، لميت بيها التراب كله. وبعدين بقى هجيب الموب بتاعتي. الموب دي حلوه قوي بجد يا جماعه، والله تقدروا تجيبوها. في منها دلوقتي الخلود وحاجه تانية. لكن دي كانت التركي، هي سعرها دلوقتي غالي شويه ولكن بصراحه هي حلوه قوي يعني. ممكن استخدمها كل يوم، لا ممكن استخدمها بشكل يومي. اول حاجة استخدمت كده العين اللي هي الواسعة اللي هي بتبقى في الغسيل، وواحدة تانية للتجفيف. فانا استخدمت كده اول مرة اللي هي العين الواسعة، وبعدين نشفتها كده في التجفيف دي. وبعديها بقى ايه عشان المع بيها كده تاني، بتكون يعني شربت المية شوية. وطبعا استنيت لما نشفت الارض يعني وكده، ده بعد حوالي ربع ساعة كده هو كماني. ونزلت بقى السجادة وكنستها وكده. بس هكون وصلنا لنهاية الفيديو، وكده كمان الغرفة هتكون خلصت وبس. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.